إذا لم تستطع السيطرة على نفسك لن تستطيع أن تقود حياتك. يا هذا البداية، بداية جميلة. في هذا الفيديو راح أعلمك كيف تقضي على الإباحية. أوكي، هو هذا مشكل كبير، صار كثير ناس يعانوا منه، وإن شاء الله يعني بعد هذا الفيديو ما راح يبقى عندك هذا الإدمان الإباحية. أول نقطة راح نتحدث عنها هي كيف بدلت نظرتي للنساء، وراح أعطي أيضا خطوات عملية يعني كيف تبدأ يعني التخلص من هذا الإباحية وهذه الأفكار يعني الإباحية والسيء. اوكي، يس خلينا نبدأ. أول حاجة لازم تبدل نظرتك عن النساء. آه، أنا يعني كيف بدلت نظرتي عن النساء؟ أنا من قبل كنت أظن أنه المرأة هي ملاك أو كائن قوي وعظيم. كنت أعطي المرأة قيمة كبيرة وقيمة فوق حقها. أوكي، نعم، المرأة يعني هي يعني كائن مفيد في المجتمع، هو يعني أساس المجتمع، ولكن المرأة ما لازم تعطيها فوق حقها، يعني من الانجذاب والمعاملة وهذه الأشياء. أوكي، مثلا لما أبغى أكلم بنت كنت أحس يعني واحد القلق وعدم الراحة. اوكي، ولكن بعد هذه الفكرة اللي جاتني في راسي، يعني صرت خلاص يعني يعني تخلصت من هذه المشكلة. اوكي، الفكرة هي انه لازم تشوف المرأة بنظرة اخرى. لازم تشوف مثلا المرأة شفت لما تشوف صاحبك يعني تشوفها بطريقة عادية، تتكلم معاه، تتعامل معاه عادي جدا. نفس الشيء مع المرأة، لازم تشوف النساء او المرأة بطريقة وكأنك تشوف صاحبك. اوكي، طبعا يعني نستثني انه تكون يعني حبيبتك او صديقتك او ما ادري ايش. اوكي، ايه لازم تشوف المرأة وكأنها صاحبك. اوكي، لازم تشوف الانثى زي الذكر. ما لازم تشوف مثلا الانثى وحدها والذكر، شو الانثى قيمتها عالية والذكر قيمته طايحة. لا، شوف الانثى زي الذكر عادي جدا. اوكي، و... كيفاش يعني توصل لهذا المنظور؟ هو انك تشوف المرأة على انها مادة، او مش مادة، على انها مجرد يعني كائن بشري عادي، ياكل، يشرب، يخرج، يتكاثر. خلاص، لازم تشوف المرأة بهذه النظرة، انها مجرد كائن ياكل يشرب زي الذكر عادي نورمال. آه، يخرج اخراج عادي زي الرجل، يعني تخرج في المرحله عادي جدا. وخلاص، تنام، آه، ل- تدرس وتسوي شغلها عادي نورمال. ما لازم تشوفها بديك النظرة الكبيرة. هذا الشيء لما تبدل نظرتك للمرأة أو للنساء عامة، راح توصل وين؟ تبدأ الهوية تاعك تتبدل. أوكي، توصل لوين ما أنه الهوية تاعك تبدأ تبدل، تبدأ تولي كما يقول لك شخص آخر، تحس نفسك شخص آخر. أوكي، لما تحس نفسك شخص اخر بعدين ما تطبق هذا اللي علمتها لك، راح صاي راح تتعود على الموضوع، وراح تكون هذه يعني نظرتك الجديده عن النساء هي هويتك الحاليه. اوكي، وثانيا خطوات عمليه. اوكي، جرب مثلا انه تكلم الناس او تغير محيطك، تمارس الرياضه، وتحط يعني هدف لحياتك. اوكي، خلينا نبدا بانك يعني تكلم الناس، يعني مينيموم، يعني على الاقل روح كلم أصدقائك أو اعمل يعني أصدقاء جدد، يعني يوصلهم سواء في المسجد، سواء في الجيم، سواء في أي مكان. أوكي، ثانيا تبدل محيطك، تبعد الجوال أو أي حاجة تقودك الإباحية، بعدها عليك. أوكي، نقص استعمالك الجوال. أوكي، يعني هذو الخطوتين أو الخطوتين العمليتين الأولتين. أوكي، وثالثا هي ابدا تمارس رياضه. اوكي، وخصوصا كمال الاجسام او الكاليستينكس. انت يا صديقي لما تبدا تشتغل على جسمك وتبدا تبني جسمك، يعني راح تحس انه ادمانك الاباحيه او ديك العاده السيئه اللي تسويها هو
وهو شيء سيء، تريد تكره، راح تكره هذا الشيء، راح تكره الإباحية، راح تكره هذه الأشياء، راح تصير مركز، راح تصير تحط كل تركيزك على بناء جسمك وعلى بناء صحتك، وهذا الشيء يجذب المرأة. والخطوة الأخيرة اللي هي الرابعة، وهي المهمة، هي أهم خطوة عملية، اللي هي إنك تحط هدف لنفسك، هدف لازم توصله. لما حط هدف لنفسك مهتم به، وفعلا فعلا فعلا تحب يعني هذاك الهدف، راح توصل له إن شاء الله. وما راح وراح تحط عليه 100% من تركيزك، وما راح تهتم لا بالإباحية لا بالنساء لا بأي حاجة، راح تهتم له هو فقط. اوكي. كما قلت لك، بدل نظرتك عن النساء، وبدل هويتك، يعني جددها مش بدلها. اهدم هويتك القديمة، اهدم نظرتك القديمة عن النساء، وابني نظرة جديدة، ابني هوية جديدة. ابدأ بخطوات عملية، اللي هي قلت لك روح اتمرن، كلم الناس، غير محيطك، حط هدف لنفسك. هذو الاشياء هما اللي باذن الله الواحد الاحد راح يبعدوك على الاباحيه. اوكي. اذا اخذت قيمه من هذا الفيديو واستفدت منه، لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناه، لانه هذا الشيء دعمني ويخليني ان شاء الله اواصل يعني اهداء المعلومات، او اواصل اعطي قيمه يعني في هذه القناه. السلام عليكم.